أهلين حبايبي في حلقة جديدة من مسلسل صيادة بمشرط. بتبتدي حلقتنا اليوم على مشهد من طفولة سيهيون، أو مثل ما كان اسمها وقتها سيون. أبوها قاعد وعم بيقصلها شعرها بإيده وهي حزينة لأنه عمل هيك. جنبها بنت تانية صغيرة اسمها إيونسو، وكانت تخيط لعبتها. بتطلع فيها سيهيون وترجع تطلع بالمراي، وكأنها تسأل حالها ليش أنا مو هي؟ بعدها بياخدلن الأب صورة للبنتين، بيكتشفوا جثة تانية لوحدة مرمية بنص الشارع. بتجي الشرطة لحتى تحقق، وكمان بتجتمع الصحافة. لما يسأل جونغ يون عن أول شخص رأى الجثة وأخبر عنها، فيشير الشرطي إلى شخص واقف مع الشرطة. لما يشوف جونغ يون يقترب عندها، بيتضح إنها الطبيبة سهيون. المحقق وزملائه يزيد شكٌ، فسهيون خاصة أنها أول من شافت الجثة، وكانت الساعة متأخرة من الليل. بيروح بينا المشهد لمركز الشرطة، والمحقق جونغ هيون يسأل سيهيون عن الجريمة، بس سيهيون تحس إنهم عم يحققوا معاها بصفتها مجرمة. فبينكر المحققين هذا الشيء ويخبروها إنه مجرد روتين عادي. بيتبدل المشهد لسيهيون والمحقق جونغ هم وفي العربية. بيعتذر للمحقق على الموقف يلي حطوه فيها زملائه لما شككوا فيها. بعدها بيمنحها ساعة تعقب تحسباً لأي شيء طارئ. سيهيون ترفض، فبيخبرها إنه رح يحط حدا يتعقبها، بيخيرها بيناتون، فتختار سيهيون الساعة. بيبدأ تشريح الجثة، ومن خلاله تكتشف سيهيون إنه الضحية قاومت المجرم لأنه فيه كدمات على جسمه وإيديها جروحين. لما تحاول تزيل الخيط يلي كان في فمها، تكتشف إنه في جواته صورة لبنت صغيرة نفس صورة سيهيون وهي طفلة. يعني القاتل عم يبعت رسالة مباشرة إلها. منروح عن صاحبة البيت وهي مزعوجة ومرعوبة لأن المجرم حط الجتة عن باب بيتها. بتلمح لجارتها إنه سيهيون هي السبب لمصايب كلياتها. هون نشوف تشوي هو مع البنت الصغير في شاحنته البيضة رايحين على مكان. لما يوصلوا نعرف إنه المكان يلي كانت سيهيون وهي صغيرة تعيش فيه. سيهيون بتطلب تحليل السم، وبيطلع إنه نفس السم يلي كان بالجثث القديمة، بانكرونيوم. المحقق جونغ يحكي لها عن قضية قتل قديمة وبتحتوي على نفس السم. بتتوتر سيهيون، بترجع لها ذكريات عن الجريمة. الظاهر تعرف كتير عن القضية، لأنه جونغ هيون لم يذكر إذا كانت تحتوي على خيط أو لا، فبيستغرب من معلومات يلي قالتها. بتكون سيهيون مركز في الصورة يلي لقيوها داخل فم البنت، ويلي هي بالأساس صورتها وهي صغيرة، وإن في ورطة بسبب الصورة. بتخبي المعلومة عن المحقق جونغ هيون. بغرفة تبديل الملابس تتذكر سيهيون ماضيها بعد ما أصل أبوها شعرها. منشوف بنت بتهديها لعبة. شي غريب، مين هي البنت؟ شو الرابط بينها وبين سيهيون؟ بيرجع بينا الوقت للحاضر. منشوف السيدة تشوي هو عم داخل البيت يلي كانت فيه سيهيون لما كانت صغيرة، هو عم نظف فيه ويرجع يدهن الحيطان. بنروح لمركز الشرطة، وهم لساتهم بيحققوا في الصورة ويعملوا عليها حتى يكتشفوا العمر التقريبي للولد بعد مرور سنين طويلة على الصورة، لأنهم شايفينه ولد، ما بيعرفوا إنه بنت، وتم قص شعرها لتصير تشبه الولد. بتقرر ترجع على البيت القديم، بتوقف قدام الباب، بتفوت وبتشوف كل شي مثل ما تركته. بتتخيل حالها صغيرة والأب واقف بوجهها، وفجأة بتظهر بنت صغيرة سيهيون ما بتصدق يلي بتشوفه. بس هالبنت صغيرة بتنادي أبوها يلي كلنا بنعرف إنه تشوي. لما يشوفها سيهيون بيروح بخطوات ثابتة صوب سيهيون وبيحضنها، بيقول لها اشتقت. بيروح بينا المشهد لعند المحقق جونغ يون، وهو عنده ملف بيحقق فيه، ويبدو إنه ملف بخص قضية وفاة والدة سيهيون. منرجع نشوف لقاء الابن مع الأب. ما بتصدق سيهيون إنه لساته عايش بعد ما كانت تظن إنها تخلصت منه.
بلحظة بتطلع سكينة وبتحاول تطعنه، وهي تتخيل حالها إنها ذبحته. بترجع للواقع وبتدور بيناتهم حوار صغير، ولما يخبرها إنه والدها وحيعمل أي شي عشانها، تخبره إنه بدها شي واحد وهو إنه يموت. وبتخرج السكين وبتحاول تطعنه، بس هو أسرع، بيسيطر على سيون. نرجع لمركز الشرطة، والفريق مجتمع على الرسم التقريبي يلي عملوه من صورة يلي لقيوها في فم الضحية. يرجع بينا المشهد مرة تانية لعند سيهيون وأبوها مسكها من رقبتها، والصدمة لما يسألها شو يلي صار لأونسو ويسألها إذا قتلتها. بتعض سيهيون وبتتخلص منه وبترجع تمسك مشرطها. تظهر بنت صغيرة من العدم وتكهرب سيهيون، تفقد وعيها، توقع بحضن أبوها، ومنشوف نظرات تشوي يلي ما بتبشر بخير. وهنا بتنتهي حلقتنا. استنونا بحلقة جديدة. لا تنسوا لايك ومتابعة، خلونا تعليق. سلام يا غوالي.